السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا قاع بخير وقاع مهنيين. اليوم جبت لكم لي طرونش نتاع الباتيسري ساهلين ماهلين، والبنه نتاعهم ما تنسوهاش انديغي شريتوه من الحانوت. تبعوا معايا لا فيديو للاخير هكذا باش تنجح لكم كامل الوصفه. وما تنسوش حبابي تدعموني وديروا لي لايك شابه وتبارطاجوا مع احبابكم هكذا باش تكبر قناتي ونزيد نجيب لكم غير الافضل وغير الحاجه السهله. نبدو على بركة الله. بسم الله. نحتاج أول حاجة 3 حبات نتاع البيض يكونوا كاملين، 3 مغارف سكر و3 مغارف فرينة ومغرف صغيرة نتاع لافاني. هذا ما نحتاجه في لاجينواس تاعنا، ما فيها لا زيت لا والو، وتجيكم بنينة وهايلة. تبعوا هاد الطريقة باش تنجح لكم. اليوم غادي نستعمل معكم البيتخان يطلع البيض هايل هايل هايل، تقولي كريم شانتيي رانا نطلعو فيها. استعمل 3 حبات بيض يكونوا كاملين بدرجة حرارة الغرفة، ما لازمش يكونوا باردين هكذا باش تنجح لكم لاجينواز ويطلع لكم البيض نتاعكم. ضفت لها 3 مغارف نتاع سكر ومغرف صغيرة نتاع لافاني، درتهم في الدرجة الأولى. غير تخلط لي شوية عاود زدت له لافيتاس درته في الدرجة الثانية وخليت البيتخان تاعي يخدم. وهنا كيما راكم تشوفوا 3 مغارف نتاع لافارين صفيتهم، لازم تصفوهم ولا تغربلوهم هكذا باش تنجح لكم معكم لاجينواز. وفي هذه المرحله نشعلوا الفرن تاعنا يسخن على 180 درجه. وشوفوا البيض نتاعي كي طلع الله يبارك انديري كريم شانتيي، جا ثقيل بالبزاف. هنا رانا عاده ما درناش لافارين، مامبا 5 دقائق وطلع لي البيض نتاعي كيما راه موضح امامكم. في هذه المرحله نضيفوا الفارينه على 3 مراحل، ونجيبوا سباتيل وندخلوا الفارينه تاعنا من الاعلى الى الاسفل كيما راه موضح امامكم حتى هذيك الفارينه ما تبغاش تبان كامل. وهذه هي الطريقه الناجحه 100% باش ما يهودلكمش البيض نتاعكم. نستعملوا سباتيل ونخلطوا من الاعلى الى اسفل كيما راه موضح امامكم في الصوره حتى ما تبقاش الفارينه تبان. تما نحبسوا ونعرفوا باللي لاجينواز تاعنا راهي واجده. وفي هذه المرحله نجيبوا بلا اللي يدخل للفرن، وهذا البلا فيه 30 على 25 سنتيم. نجيبوا ورق الزبده ونديروه فوق البلا وندهنوه بالدهان من الاسفل هكذا باش يلصق لنا ورق الزبده، ونضمنوا باللي ما يطيرناش. نكبوا لاجينواز تاعنا ونسووها كامل على حسب البلا، نسرحوها مليح مليح على حسب البلا، ونكتروا في الاطراف كما راه موضح امامكم. لازم في الاطراف تجي شويه غليظه هكذا باش تنجح لكم وما تنحرقش معاكم لاجينواز نتاعكم. ندخلوها للفو نشعلوا عليها غير من الاسفل ونديروها في الرف الوسطاني ونخلوها 10 دقائق ما نزيدوهاش. وهذه هي لاجينواز تاعي بعد ما خرجت من الفرن. شوفوا كي خرجت الله يبارك، جات ناجحه 100%. وكنت حضرت معكم السيرو. من دخلت لاجينواز تاعي الطيب استعملت نص كاس نتاع سكر وزوج كيسان نتاع الماء وطرونش نتاع الليمون وخليتهم يغلوا مده 15 دقيقه هكذا باش السيرو تاعكم ما يجيكمش حلو. ونخلو السيرو تاعنا يبرد. هنا استعملت كريم شانتيي كما راه موضح امامكم. استعملت كاس كريم شانتيي زائد كاس ماء يكون بارد مقلاصي، ودرتهم في البيتخا وخليت كريم شانتيي نتاعي تطلع مده 5 دقائق. شوفوا كي خرجت الله يبارك. وفي هذه المرحله نديرو كريم باتيسري نحتاجو فيها زوج كيسان نتاع الحليب، حبه بيض كامله، مغرفه صغيره نتاع لافاني، وزوج مغارف كبار نتاع نشا. ودرت فيها لاغوم نتاع الليم هكذا باش خرجت لي هذا اللون كما راه موضح امامكم. وضفت لها 3 مغارف كبار نتاع سكر وجاتني الحلاوه هذيك هي، ما تخافوش منها كامل ما تجيش حلوه. ونديروها فوق النار ونقعدوا نخلطوا حتى تدخل لكم لا كريم تاعكم. وكي تدي الغليه الاولى نطفوا عليها ونزيدوا لها مغرفه صغيره نتاع زبده ونخلطوها مليح حتى دوب لنا هذيك الزبده كامل. نجيبوا ريسيبيون ولا غرفيه ونفرغوا لا كريم تاعنا فيها ونخلوها تبرد. نغطوها بابي فيلم، لازم بابي فيلم يتلامس لا كريم تاعكم هكذا باش ما تتشكلكمش هذيك القشره الفوقانيه. نديروها في الفريجيدان تبرد
ونروحوا نوجدوا كامل صوالحنا. هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها تاع كريم شونتيي. شوفوا الله يبارك، ديت نصف الكميه مع الكميه نتاع كريم باتيسير، ديت نصف الكميه وخلطتهم مع بعض. نجيبوا الضراب الكهربائي ونخلطوهم كامل مع بعض حتى يتجانسوا وتولي لي ان كريم شابه وبنينه. الله يبارك، جربوا هذه الطريقه وردوا عليا في التعليقات. نجيبوا لاجينواز تاعنا ونقسموها على 3 مرصويات، وخرجت لي هذه الكميه ربعه نتاع لي طرونش نتاع الباتيسري. واللي حابه تضاعف الكميه دير زوج نتاع لاجينواز. بيان سور كل واحد على حساب افراد عدد العائله. انا العائله نتاعي صغيره، خدمت هذه كفاتني. نجيبو السيرو نتاعي بعد ما برد لي ولاجينواز كانت بارده، نشربو كامل الاجزاء او كامل المرصويات، نشربوهم مليح هكذا باش الباتيسري تاعكم يجيكم مشرب ويجيكم مبني. جبت بلا واحد اخر ودرت المرصو الاول ودرت فوقه لا كريم كما راه موضح امامكم. وهنا كنصيحة، لا كريم تاعكم لازم ديروها في المجمد باش تجمد لكم مليح هكذا باش تساعدكم في الخدمه. انا ما خليتهاش بردت مليح، سي بوغ سا ما ساعدتنيش. ورشيت عليها شويه نتاع كوكاو مرحي. نتوما اي مكسرات تقدروا ديروها تمدلها بنه شابه وقرماشه. ضفت المرصو الثاني وزدت شربته من الاعلى ولا من الاسفل كما راه موضح امامكم، وعاود استخدمت هذيك لا كريم وعاود درت الجزء الثالث. ومن الاعلى نتاع الجزء الثالث درت كريم شانتيي. لازم تخلوها تبرد مليح هكذا باش تساعدكم في الخدمه. وسويت الوجه بلا كوبات ودرتها في المجمد تجمد مده 2 سوايع. بعد ما جمدت لي راني نقسمها امامكم بكل سهوله كما راه موضح امامكم. عليها قلت لكم لازم تجمد مليح هكذا باش تقدروا تقسموها بكل سهوله. هي نورمالمون تخرج 5 مرصويات، انا استعملت 4 مرصويات كانوا قد. وجبت كريم شانتيي درتها بوشادوي وزينت بها تزيين خفيف، والتزيين يبقى اختياري. انا كان متواجد عندي شويه فواكه مجففه، شويه نتاع الكاروت، شويه نتاع المشمش، وزينت لي طرونش نتاوعي. شوفوا كي خرجوا الله يبارك، وجا واحد القو ما نحكي لكمش. نتمنى تجربوها وتخلوا لي رايكم في التعليقات. وما تنسوش لعجبكم لا فيديو تخلوا لي لايك شابه كيما نتوما وتبارطاجوا مع احبابكم.